اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. خلينا متفقين ان لو عندك اي مشكله في شعرك، سواء مثلا التساقط الشديد، تقصف، ان هو مش بينمو ابدا، مش بيطول، المنظر بتاعه غير صحي بالمره، لو عاوزه تعالجي المشكله دي يبقى قبل ما تدوري على اي حاجه لشعرك، سواء السيرم او الكريم او الزيت او اي حاجه هتستخدميها، لازم تدوري على حاجه مهمه جدا وهو الغذاء الداخلي. يعني لازم تنتظمي على فيتامين يكون قوي جدا وفي نفس الوقت يدي الغذاء المطلوب لشعرك، وبالتالي يساعدك في حل المشكله دي وفي نفس الوقت يكون فعال والنتيجه بتاعته انت بتشوفيها يوم ورا التاني. وعلشان كده في حلقه النهارده هكلمكم عن مكمل غذائي ممتاز وقوي جدا للشعر، بيقدم لشعرك كل الغذاء والعناصر الاساسيه اللي بيكون محتاجها، والمميز اللي فيه ان هو عكس معظم فيتامينز الشعر المستورده اللي علشان نشتري علبه واحده منها بنضطر ندفع من 500 ل 600 جنيه، وطبعا بنكون مضطرين نستمر عليها، فعلبه واحده مش هتقضي ولازم نجيب اكتر من علبه. لا، النهارده باقل تكلفه هتقدر تستمر على منتج ممتاز للشعر وكمان هتشوف نتائج مبهره جدا. خليكم معايا لانها تكون حلقه مهمه جدا. قبل اي حاجه ما تنسوش لايك الفيديو، لو انت جديد معانا اهلا وسهلا بيك، ما تنساش سبسكرايب في القناه وفعلوا علامه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوز اللي انا بقدمها اول باول. وطبعا لو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبهولي وانا هجاوبكم عليه. النهارده هتكلم معاكم عن كبسولات هير تونيك. هير تونيك هو مكمل غذائي ممتاز جدا للشعر، بيحتوي على 7 عناصر اساسيه علشان تحل كل مشاكل الشعر اللي بتعاني منها، زي تساقط الشعر وتقصفه وكمان عدم نموه. طيب تعالوا نتعرف على اهم العناصر الموجوده فيه ونعرف كل عنصر بيقدم ايه لشعرك. وعايزه اقول لكم ان العناصر اللي داخله في الكبسولات دي اصلا بتتباع كل عنصر كمنتج واحد، فهو مجمع لك كل الحاجات دي في الكبسولات دي. اول عنصر وهو البيوتين. طبعا البيوتين من اهم العناصر المهمه جدا للشعر بتاعك. البيوتين مسؤول عن زياده طول الشعر وتكثيف الشعر وكمان علاج الشعر التالف. اما تاني مكون وهو السيستين. السيستين بيعمل على تقويه الشعر وكمان منع التساقط بتاعه، ده غير ان هو بيعزز نمو الشعر وبيحافظ عليه من حدوث ضرر. اما ثالث عنصر وهو الكيراتين. الكيراتين من المكونات الاساسيه للشعر، بيخلص الشعر من التموجات وكمان بيزود من انسيابيه الشعر، يعني بيخلي الشعر بتاعك لامع وطري وناعم. العنصر الرابع وهو الثيامين. ده بقى عنصر مهم جدا لانه بيمنع تقصف الشعر من الاطراف عن طريق ان هو بيوصل الدم للشعر، وعلشان كده بيخلصك من المظهر الغير صحي تماما للشعر، وفي نفس الوقت الشعر بتاعك كمان بيظهر بشكل اتقل بكتير. العنصر الخامس وهو البنسينول. البنسينول مهم جدا علشان نعومه ولمعان الشعر. المكون السادس وهو البارا امينو بنزويك اسيد. الحمض ده مهم جدا لانه بيأخر اعراض الشيخوخه وكمان بيقلل ظهور الشعر الابيض. سابع واخر عنصر وهو السيلينيوم. ده بقى مهم جدا في مقاومه الجذور الحره او الشوائب الحره او اللي هي الفري راديكالز، ده غير ان هو مهم جدا لتصنيع فيتامين سي. طيب تعالوا نتعرف على اشهر الفوائد اللي هتبداي تشوفيها لما تستخدمي الكبسولات دي. اول فايده وهو انها بتحسن نمو الشعر وكمان بتزود طوله. الفايده الثانيه وهي انها بتقلل من تساقط الشعر. الفايده الثالثه بتقوي الشعر نفسه وكمان بتزود الكثافه بتاعته. فايده مهمه جدا تاني وهي انها بتمنع تقصف الشعر وبتمنع المظهر بتاعه الغير صحي. طيب تعالوا نتعرف على الجرعه بتاعه الكبسولات. زي ما انتم شايفين العلبه فيها 60 كبسول والجرعه كبسولتين يوميا، يعني العلبه هتقضي معاكي لمده شهر وسعر العلبه 93 جنيه. وبالنسبه لكبسولات هير تونيك هتلاقوها متوفره في جميع الصيدليات. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقه النهارده وقدرت اقدم لكم معلومات مفيده. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناه، واهم حاجه شاركوا الفيديو مع غيركم علشان اكبر عدد منه يستفاد. واشوفكم على كل خير الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.